مرحبا بكم من جديد حبوباتي في قناتكم غسالة فاسيل. اليوم راح نديرو ان شاء الله وصفه جديده اللي هي كما راكم شفتوا في العنوان كيكه 6 ملاعق بذوق الليمون. دونك راح نحتاج في هذه الكيكه يكونوا عندنا 3 طبقات. وراح تكون عندنا الشربات ولا لو سيرو. دونك راح نبداو بالسيرو نطيبوه هو الاول، نخلوه فوق النار ونواصلوا مع مراحل الكيكه. دونك بالنسبه للشربات راح نحتاج كاس من الماء وراح نحتاج نصف كاس من السكر. دونك راح نوضع في كاسرونه نصف كاس سكر مع كاس تاع ماء ونخليهم فوق النار لمده، راح نحركهم قبل ونوضعهم فوق النار لمده 10 دقائق نحسب لهم. كي يطبخوا راح نطفي عليهم ونمروا مع بعض الطبقه الثانيه. واش راح نحتاج فيها؟ راح نحتاج نص كاس تاع السكر، راح نحتاج نصف كاس تاع عصير الليمون. هنا يعني تقدروا تفوتوا اللي يحب ذوق الليمون بزاف يقدر يفوت نصف كاس كيما انا يعني مفيته نصف كاس. ونحتاج 2 حبات بيض وراح نحتاج ملعقه من الزبده. في المقادير هنا بالنسبه لي ما يحبش الليمون يقدر يستبدلوه بعصير البرتقال، لكم الاختيار. دوك واش راح ندير؟ في كاسرونه راح نوضع عندك عصير الليمون ونوضع نصف كاس تاع السكر، راح نحركهم وراح نضيف عليهم الحبات تاع البيض. دونك راح نخلطهم ونوضعهم فوق النار حتى نشوفوا الخليط تغير اللون تاعو وتغير القوام وبدا يتماسك. دونك هنا كيما راكم تشوفوا الخليط تاعي راني وضعته فوق النار وما نحبش من التحريك، نبقى نحرك بهذا الشكل حتى يتغير اللون تاعو ويصبح ثقيل يعني نوعا ما. راح ننزعو. دونك هنا كيما راكم تشوفوا كي تغير اللون تاعو بدا يعني يشكل في هذا الفقاعات كيما راكم تشوفوا فيهم. هنا راح نطفي على النار وننزع الخليط تاعي. نشوفوا بعد ما نزعته هذا هو الخليط اللي راح نتحصل عليه. نوضع لكم ملعقه تكون ممتلئه مليح تاع زبده. دونك راح نوضعها فوق الخليط وراح نبدا نخلط بهذه الطريقه حتى تذوب الزبده تاعي فعل حراره الخليط. دونك هكا كما راكم تشوفوا الزبده بدات تذوب. يعني هنا كما راكم تلاحظوا هذا هو الخليط تاعي. راح نجي نوضعو هنا باش ندخلو للثلاجه يبرد. هنا راح نجيب فيلم اليمونتير كما قلت لكم وراح نغطي الخليط تاعي، ولكن هنا لازم يعني الفيلم اليمونتير يتوشي للخليط تاعي. علاه يتوشي؟ باش ما يبقاش يشكل لي طبقه الخليط، لانه لو كان نغطيه من الفوق فقط فراح الطبقه الفوقانيه دير لي يعني طبقه تكون شويه صلبه. دونك بهذه الطريقه وندخلو للمجمد تبرد مليح الطبقه ثم نواصل مع الطبقه الاخرى. دونك هنا راح نخدموا مع بعض الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه راح نحتاج فيها كاس الا ربع تاع او بودره شانتيي، وراح نحتاج فيها كذلك 3/4 تاع كاس يكون حليب بارد. لازم يكون الحليب بارد، اذا ما كانش حليب بارد ما راحش تطلع لي البودره تاعي. دونك راح نوضع بودره الشانتيي ونضيف عليها الحليب اللي يكون بارد يكون في المجمد، يعني تكوني درتيه من قبل يبرد في المجمد. وراح نطلعهم بالخلاط الكهربائي يعني حتى وين تطلع لي البودره. دونك كيما راكم تشوفوا بعد ما طلعت الكريمه مع الحليب حوالي دقيقتين، دونك هذا هو القوام تاعها. دونك هنا راح نوضعها كذلك في
المجمد او في الثلاجه، نخلي الكريمه تاعي تبرد مع الكريمه الاولى اللي درناها بالكريمه الليمون. ثم راح نرجع الى طبقه البسكوي. دونك هنا راح نمر لكيكه الست ملاعق اللي هي راح تكون الطبقه الاولى في كيكه اليوم. راح نحتاج فيها 2 حبات بيض، راح نحتاج فيها 6 ملاعق تاع كبار تاع سكر، انا كيلتهم وضعتهم هنا في الكاس. كذلك يكون عندي 6 ملاعق تاع زيت، كذلك كيلتهم وضعتهم في الكاس، و6 ملاعق كبار كذلك تاع حليب. وراح نحتاج الى ملعقه صغيره من لافاني باش نكهو الكيكه تاعنا. وراح نحتاج ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، يعني حوالي 5 غرام اللي هي نصف كيس عفوا تاع خميره. وراح نحتاج اكيد بطبيعه الحال 6 ملاعق تاع فرينه. دونك اول حاجه راح نبدا بها، بسم الله. راح نوضع البيض، وراح نزيد فوقو لافاني تاعي او الفانيليا، وراح نوضع فوقها 6 ملاعق تاع سكر. راح نعاود نكيلهم معاكم من جديد. دونك ملعقه، 2، 4، 5، والملعقه السادسه. دونك هنا هادو راح نطلعهم بالخلاط الكهربائي، يعني حتى وين يتضاعف الحجم يولي عندي خليط ابيض. ثم راح نرجع لكم. كيما راكم تشوفوا هنايا راني الخليط تاعي طلعته، كم تشوفوا حتى ولا بيض. يعني هذه الخطوه لازم مهمه باش تنجح لكم الكيكه. لازم نضربوا البيض والسكر مليح على اعلى درجه عندكم في الباتور. بعدها راح نضيف 6 ملاعق تاع الزيت، 3، 4، 5، والملعقه السادسه. وراح نزيد نضرب هنا مده قليله بالباتور كذلك. دونك هنا كذلك بعد ما ضربتهم راح نضيف كما قلنا 6 ملاعق تاع حليب، 3، 4، 5، و6 ملاعق تاع حليب. وبعدها راح نخلط من تحت للفوق غير بشويه باش ما نخسرش الخليطه تاعنا بهذه الطريقه. ومن بعد راح نجيب هنايا 6 ملاعق تاع فرينه، انا راح نفوتهم هنا في الغربال هذا، يعني وانتوما غربلوهم في اي غربال يكون عندكم. دونك راح ندير 6 ملاعق كما راكم تشوفوا تاع فرينه تكون مملوءه مليح. شوفوا يعني الملعقه تكون مملوءه مليح، 4، 5، و6. وراح نضيف عليهم نصف كيس اللي قلنا تاع خميره كيميائيه اللي يكون عباره على مغرف او ملعقه صغيره. راح نخلط هذه المقادير وراح نفوتهم مع بعض كما راكم تشوفوا. دونك راح نخلط الخليطه تاعي من اسفل للاعلى باش ما يخسرناش البيض اللي طلعناه. ونكون اكيد بطبيعه الحال في المرحله تاع الكيكه قبل ما نكون بديت نخدمها نكون شعلت الفرن يسخن لي. دونك هنا راح نجيب هنا راح نجيب الصينيه اللي راح تدخل للفرن. انايا
عندي هذه الصينيه، تبغوا ديروا دائريه ولا من الاحسن ديروها مربعه ولا مستطيله. نكون دهنتها بالزبده ورشيتها بالفرينه. دونك راح نوضع عليها الخليط تاعي وندخلوه للفرن يطيب على درجه حراره متوسطه، على درجه 180 لمده يعني كل وحده والفرن تاعها. يعني المده تكون من 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. يعني راح نمشي الخليط مليح بهذه الطريقه، وراح نقص الفرن تاعي وندخلها طيب، ثم نلتقي من جديد. بعد ما خرجت الكيكه تاعنا وطابت كما راكم تشوفوا، هنا لازم نخليها تبرد تماما، يعني تكون بارده. والشربات تاعنا اللي حضرناها مع بعض بارده، وراح نسقي بها الكيكه تاعي بهذه الطريقه. يعني لازم الشربات تكون بارده والكيكه تكون بارده باش ما تعجن لكمش. باش ما تعجنش الكيكه. دونك هذا هو الكاس تاع الشربات شربنا به. دونك هنا بعد ما شربت، وهنا من الثلاجه استخرجت كريم شانتي يعني اللي درناها تبرد كما راكم تشوفوا راهي جامده. دونك بعد ما شربت الكيكه تاعي يعني بعد ما تشربت راح نوضع عليها لا كريم شانتي. وراح نمشيها بهذه الطريقه على كامل. سقمت يعني بسباتول الطبقه. دونك هنا راح تخلط لكم يعني شويه مع القشره الفوقانيه تاع الكيكه. دونك ما تقلقوش، راح نضيفوا الطبقه الثالثه اللي كنا خدمناها مع عصير الليمون. نكون استخرجتها من الثلاجه كذلك درناها وتكون في الفريغو ديروها تبرد. دونك راح كما راكم تشوفوا فيها. دونك راح تزيد تجمد، كانت سائله. شوفوا القوام تاعها كيفاش يولي. دونك هذه راح ننزع منها حوالي ملعقه، نوضعها هنايا. دونك نبدا نوزع فيها بهذه الطريقه. دونك كما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملت الوجه تاع التورته تاعنا الكيكه تاعنا، راح نخليها بجنب وراح نجيب الملعقه هذيك اللي ضفنا لها الكاكاو، يعني راح نخلطها مليح. وراح نجيب ساشي، يعني هنا اما تستعملي لي ساشي هذوك تاع ريجو طابل تاع لابوشادو ريجو طابل، ولا تستعملي ساشي تاع حليب تكوني نقيتيه، او ساشي عادي اللي يكون نقي. دونك راح نوضع فيه في الزاويه تاع الساشي تاعي. راح ندير كميه هذه اللي درناها تاع الشوكولا بهذه الطريقه. وراح نهبط الخليط في الزاويه كما راكم تشوفوا. بعدها راح نجيب مقص ونحاول ننزح هنا جزء بهذه الطريقه. وراح خطوط على الكيكه تاعنا. هذا بالنسبه للتزيين يبقى دائما كما قلت لكم اختياري. دوك تبغي ديريها خطوط بهذا الشكل او تبغي ديريها دوائر. انا راح نديرها خطوط. بسم الله. انا ما خذيتش وقتي مليح في التزيين. المهم يعني ديري خطوط بهذا الشكل. من بعد راح تجيبي بالعكس بهذه الطريقه. يعني وهنا التزيين قلت لكم يبقى اختياري. دونك يعني انا سيئه في التزيين، ما تاخذوش عليا. دونك لازم تاخذي وقتك مليح
في التزيين. يعني راح تروحي كيما هاك بالسكين، يعني بالطول جهة تدي والجهة الثانية تجيبي بالعكس، وبهذه الطريقة نكونوا كملنا الكيكة. هنا الكيكة تاعنا لازم ندخلوها للثلاجة، يعني لازم على الاقل تبرد لي ساعتين، لان الطبقات تعرفوا لا شونتي بالخف تذوب، مام الطبقه تاع الليمون راح بالخف بسرعه تذوب. دونك راح نغطيها ونخليها في الثلاجه على الاقل ساعتين، ثم راح نوريها لكم في صحن التقطيع. خرجنا الكيكه تاعنا من الثلاجه، خليتها حوالي نصف ساعه في المجمد. دونك هذا هو الشكل النهائي تاعها. راح نقسم لكم جزء باش تشوفوا منها. دونك هذه هي بعد ما قسمت منها عفوا جزء كما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل النهائي للكيكه تاعنا. دونك كيكه 6 ملاعق مع الطبقه الثانيه والطبقه الثالثه. دونك المذاق تاعها راح يكون رائع، جربوها وردوا لي بخبر في التعليقات. ما غادي غير نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجي لا فيديو، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.